انا اتغصبت على جوازتي دي. شاب ما كنتش بطيئه ولا بحبه، ومع ذلك والدي الله يرحمه بقى مطرح ما راح غصب عليا هو وامي وضربوني لما موتوني من الضرب علشان اتجوزه، بحجة ان انا بمشي مع صبيان وان انا بكلم شباب وان انا بنت هوائية ومش ملتزمة. فكان لازم يأدبوني ويجوزوني لأول واحد يخبط على بابي ويقول انا عايزها. وبالفعل اتضربت، اتهنت، اتكسرت من جوايا علشان اقبل بيه، مع اني ما كنتش بطيئه ولا بطيء ابص في وشه. وبالفعل اتخطبت له اكتر من 5 6 شهور. في الفترة دي كنت بعمل كل حاجة ممكن تتخيلوها علشان يسيبني ويقول لهم انا مش عايزها. مع ذلك فضل متمسك بيا برضه، مش عارفة ايه السر في كده. جه يوم جوازي قلت له مش هطول مني جسمي ولا هطول مني اي حاجة. سكت يوم واتنين وتلاتة، بعد كده اشتكى لأمي واشتكى لأبويا وقال لهم بنتكم مبتدينيش حق الشرعي ولا بتديني أي شيء من واجباتها. أبويا ضربني في شقتي لما جوزي نزل تحت عند والدته، ضربني وبهدلني، وأمي مسكتني غسلتني حرفيا. قلت لهم أنا قلت لكم من البداية إني ما بحبهوش وإني مش طايقاه ومش عايزة أكون معاه، ودي نتيجة لأن انتوا غصبتوني عليه. ضربوني لما بهدلوني وبعدين سابوني ومشيوا. جه جوزي قالوا له قبل ما يمشي، قالوا له بص، مرضتش ليك بالرضا خدها بالعافية، مادام هي عيلة قليلة الأدب وما تسمعش الكلام. فعلا حاول جوزي يجي يرضيني ويقول لي انا عايز حقي يا بنتي، حرام عليكي، امال انا متجوزك ليه؟ قلت له مالكش عندي حقوق، واعلى ما في خيلك اركبه. قال لي بقى كده؟ قلت له ايوه كده. اخدني ضربني علقة موت في الحمام، لان هو ضربني الاول في اوضه النوم وجريت على الحمام علشان استخبى وبزق الباب، فضل يزق الباب هو كمان لحد ما دخل عليا الحمام وضربني علقة موت. في الليلة دي ما حسيتش بنفسي من كتر الضرب غير لما اغمى عليا في الحمام. وبالفعل اخدني من الحمام وطلع. كل ده وانا مغمى عليا، وهو اللي حكى لي بعد كده وقال لي ان انا عملت معاك اللي انا عايزه الصبح. سلمت امري للي فوق، للي بيغفل ولا بينام، لربنا عز وجل. قلت مش مشكلة، اهي عيشة من غير اي عيشة وخلاص، جسد بلا روح. وفعلا كان كل يوم نفس الموال، ضرب وإهانة عشان يعمل معايا أي علاقة، ضرب وشتيمة، كل ما تتخيلوه كان بيعمله فيا، وأغلب الأوقات كان بيضربني في الحمام. جيت بعد الضرب ده بحوالي أسبوع 10 أيام على ما افتكر، ولقيت نفسي بيجيلي في الحلم بعد ما هو كان يعمل معايا علاقة ويقوم. ما كنتش بقوم اخد دش على طول بصراحة، كنت من كتر اغتصابه فيا كنت بنام وبتهد، كنت بفضل نايمة وباجي. كنت بشوف أحلام غريبة جدا إن في شاب حلو قوي قوي كان بيجي وبيعمل معايا علاقة كاملة في المنام. وما اكدبش عليكم ان انا كنت حابة الموضوع ده. وبالفعل الشاب ده بقى يجيلي كل يوم في منامي، سواء جوزي عمل معايا علاقة او ما عملش معايا علاقة. كنت حباه جدا جدا وكنت حابة الموضوع معاه جدا، كنت بستمتع كويس قوي. ففضلت كده على الحال ده لدرجة ان انا بقيت امشي بالليل الساعة 1 و2 بالليل من غير ما احس، واروح المقابر اقعد فيها هناك لما بعد الفجر، والناس يجيبوني من هناك يروحوني على شقتي. الموضوع ده اتكرر مرة واتنين وتلاتة واربعة، وانا ما كنتش بحس بنفسي ولا كنت بعرف ان انا فعلا بروح هناك، غير لما جوزي في واحد شافني في المقابر بالليل وراح قال له انا شايف مراتك ماشية الساعة 1:30 بالليل، وراح المقابر وفضلت قاعدة هناك. وانا حاولت ان انا انده عليها، ما ردتش عليا وسابتني ومشت، وانا بصراحة خفت ادخل وراها المقابر. جه جوزي تاني يوم اخد باله، فضل صاحي وعمل نفسه نايم علشان يشوف فعلا انا بروح المقابر ولا لا. لقاني نفس الشيء في نفس الميعاد في نفس التوقيت. ده اللي الكلام اللي هو حكاه، ان انا باخد نفسي وبمشي وبروح على المقابر. راح جاب والدي وجاب والدتي وجاب ابن عمي واخويا، المهم جابهم وجه المقابر، لقاني فاتحه مقبره وقاعده فيها بتكلم، وانا قاعده طبيعي جدا بتكلم مع ناس انا مش شايفاهم اصلا وهما مش شايفينهم اصلا، وقاعده لما قبل صلاه الفجر بحوالي 5 دقايق خرجت من المقبره ومشيت، رحت على بيتي تاني. قالوا الوضع مش طبيعي، والدي ضربني ضرب مبرح جدا وقال لي انت بتعملي ايه، بتروحي ازاي؟ قلت له والله ما اعرف انا بروح ازاي او بمشي ازاي، انتوا بتكذبوا عليا، انتوا بتطلعوا فيا القطط الفطسانه انتم وانتم. قالوا لي لا ده اللي بيحصل. بالفعل جابوا لي شيخ وقالوا لي ده قالوا له ده بيحصل كذا وكذا، وبتروح ايه المقابر في نص الليل وبتعمل. فعلا الشيخ ده قرأ عليا، بقيت اصوت صويت هستيري.
لدرجة ان جوزي صورني بالتليفون علشان اصدق ان ده انا، لان أنا كل حاجة كنت بنكرها بقول ان ده ما حصلش، ان ده مش حاسة بيه. بالفعل جوزي صورني كنت بصوت في الفيديو صوت هستيري، الناس كلها اتلمت عليا. المهم ان الشيخ المعالج بالقرآن ده قال لهم ان البنت دي عليها جن عاشق، ولبسها من الحمام لما كانت بتنضرب فيه من جوزها، لبسها من الحمام لانه حبها، وبالفعل لان الشاب ده معاه بيقيم معاها كل يوم علاقة جنسية كاملة. وبالفعل قالوا ان هي كمان بتحبه ومستلذة بكده او مستمتعة بكده. وبالفعل الشيخ ده قرأ عليا كذا مرة واداني مية ومسك وحاجات زي كده ان انا اتشطف بيهم. وفعلا انا من اليوم ده بقيت كويسة، وبقيت ما بروحش ان انا اروح المقابر او كلام زي كده. بس المشكلة عندي ان انا حبيت اللي كان معايا في الحلم ده جدا، ونفسي ان هو يرجع لي مرة تانية، نفسي ارجع الجن العاشق بتاعي مرة تانية. فبجد اقدر ان انا ارجعه تاني، لان بصراحة كنت بحبه جدا جدا، وكان بينسيني اوجاع الدنيا وهموم الدنيا، لان انا ما زلت لحد دلوقتي على ذمة جوزي مع اني مخلفة منه ولد. بس مع ذلك انا مش طايقاه. في ايه الحل؟ ارجوكم ساعدوني، عايزة ارجع له مرة تانية. هو الوحيد اللي كان بيهربني من مشاكل الدنيا. دي قصة بنت حقيقية من واقع الحياة في الزمن بجد اللي احنا عايشين فيه. انا لما سمعت القصة دي بقيت مذهولة للدرجة دي ان في ناس بجد بتغصب بناتها لحد دلوقتي على الجواز، ودي كانت النتيجة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا ريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل قصه حقيقيه اول باول. ويا ريت ننصحها في التعليقات ونقول لها تعمل ايه وتبعد عنه ازاي. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي امان الله.